ازيكم؟ تعالوا نعمل خرمتين للكابتونيه بالماسورتين دول، وهعرفك ازاي تستخدمهم. يا اما تستخدمهم بايدك كده، او ممكن تركبها على الدريل او الشنيور، هتستخدم اللي يريحك فيهم. الطريقتين هيكونوا معانا ان شاء الله. قبل كل ده ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك وتفعل الجرس. يلا نخش على الفيديو. بدايه لازم تعرف ان في نوعين من المواسير، الضيق اللي زي ده وده بيستخدم للكابوتونيه الغرزه الضيقه، والماسوره الاوسع منه اللي زي دي وده بيستخدم للكابوتونيه برضو بس الغرزه الواسعه. والفرق ما بينهم واضح زي ما انت شايف في التخريج. اول حاجه هنجيب الماسوره اللي هنشتغل عليها وهنسيب قيمه سنتي او 2 سنتي من فوق وناخد قطع بالصاروخ. طبعا مش هنوصلها للاخر. بعد كده هنرجع نجيبها بميل وبشطفه تكون واسعه وكبيره بحيث تعدي فضلات السفنج اللي هتطلع مننا. طبعا لازم تكون حذر وانت بتستخدم الصاروخ بالذات في القطعيه دي. لو مش متوفر معاك صاروخ عادي بصفيحه منشار وهتشتغل معاك برضو. همسكها اسنها من قدام على الصاروخ. ممكن برضو تستخدم انت حته صنفره في السن. هجيب مبرد حداد زي ده او اي مبرد حداد متوفر عندك، وهبدا انضف الداخلي لان في رايش اتعملت من السن. هنشيلها بالمبرد بالراحه كده وننضف ونوسع الدنيا. طب مش متوفر مبرد، هجيب حته صنفره والفها على بعضها واشتغل بيها برضو زي المبرد. بعد كده حسيت ان الفتحه دي عايزه توسع والرايش ده لازم يتشال، فحبيت ان انا اشيله تاني واوسعها اكتر بحيث تكون مريحه في الشغل. كده احنا وصلنا للنهايه بتاعتنا بالنسبه للسن وبالنسبه للشغل بتاعها. نجربها كده وهي يدوي. الله ينور، هو ده المطلوب. استنى، رايح فين؟ لسه فاضل تركايه. دلوقتي لازم تركبها على الشنيور. ازاي هتركبها؟ هقول لك. اول حاجه لو مش هنشتغل بيها بايدينا هنقصها لحد هنا كده، يعني 12 سم 13 سم بالكتير. بعد كده هنجيب حته خشبه زي كده علشان نحطها جوه الماسوره. هنستخدم الفاره علشان نلف حته الخشبه عشان تخش شحط جوه الماسوره. مش متوفر فاره ممكن تستخدم قطر تبريها زي كده. انا متوفر معايا الفاره فهستخدمها عشان السرعه. نجربها كده. الله ينور، نديلها دقتين بالشاكوش وبعد كده هنقص الزياده دي. بعد ما قصيناها في منتصف الخشبه دي وهندق مسمار، يا اما هنربط المتوفر معاك برضه. بعد كده بالنظر هلفها على ايدي كده علشان خاطر المسمار فيه عوجه بسيطه، فهعدله بالشاكوش واحده واحده كده لحد ما يتعدل علشان خاطر ما يجيبش رفه لما يركب في الشنيور كده. تمام. بعد كده هطير الراس دي بالصاروخ او بصفيحه المنشار بتاعه الحديد ونركبها في الدريل او في الشنيور ونجربها كده. الله ينور، ما فيهاش رفه. تعال نجربها في السفنج بقى. تمام قوي، زي السكينه في الحلاوه. لو استفدت من الفيديو بحاجة ولو بسيطة ما تنساش تشترك معنا في القناة وتحط لنا لايك وتدعمنا بكومنت جميل. ولو عندك أسئلة اكتبها في الكومنتات، أنا بشوف كل الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.